السلام عليكم ومرحبا بكم. الفيلم ديالنا يبدا مع واحد الوليد عايش في غابة مع الحيوانات والمعيز، وغادي نعرفو كيفاش هاد الوليد وصل هنايا. كنشوفو واحد النمر كحل واللي سميتو باقيرة. المهم هاد النمر هو اللي لقى الولد في الغابة وهو صغير وداه وعطاه المجموعة ديال الذئاب اللي رباوه احسن تربية تبارك الله. وهذه هي رشا ديبة محترمة، وهي اللي رباتو وسماتو ماوكلي على سميت باها الله يرحمه. وكانت ديما كتعلمو ينقز على الشجور باش يعرف يعيش مع الحيوانات في الغابة، وكانت كتمنى تشوفو احسن حيوان لدرجة انها علماتو كيفاش يعوق بحال هكذا. وفي النهار الثاني يمشي باش يتمشى مع عائلته وسط الحيوانات، والرشا كانت واقفة وكتراقبهم باش تسلكهم من الحيوانات المفترسة. وفي هاد اللحظة الحيوانات حسوا بشي حاجة في البلاصة. رشا قالت لماوكلي باش يدس موراها، وهنايا يدخل عليهم هاد النمر سميتو شاروخان، نمر مفترس وشرير، وكاع الحيوانات كيخافوا به. ويقول لهم وهو كيتمشى في الغابة شرب من الواد وشم الريحة ديال ماوكلي، وخصوصا باللي هو عنده حقد بينو وبين البشر لحقاش واحد من البشر ضربو شحال هادي وعملو عين من عينو. المهم رشا قالت له هاد الوليد صغير ويتيم وعايش في وسط القطيع ديالي وما كاين حتى شي خطر منه. فهاد اللحظة مسكين ماوكلي كان خايف منه بزاف. المهم قال لهم الا كنتم مفكرين باللي غادي تقدروا تحميوه مني فراكو غالطين، انا في الداخل ديالي حقد وما غاديش نسكت. وخلاهم ومشى. وفي النهار الثاني الديوبه يديروا اجتماع باش يشوفوا شي حل لهاد المشكله لحقاش النمر يقدر يقتل شي واحد فيهم. هنا ماوكلي قرر باش غادي يهرب، وقال لهم باللي هو غادي يمشي باش النمر ما يقتل حتى شي واحد بسببه. ورشا مسكينه شداتو لحقاش خايفه عليه وما بغاتوش يمشي. وفي هاد اللحظه يجي النمر باقيره ويقولها ماوكلي عنده الحق خصو يمشي. وهنا رشا تبقى تشوف ماوكلي وقالت له يعني رد بالك من راسك. وهو رد عليها وقال لها ما يعني غادي نتوحشك بزاف. وهنا ودعوا بعضياتهم وقال لها باللي غادي يرجع يشوفها وعمره غادي ينساها ويمشي. ولكن الوضع صعيب على ماوكلي لحقاش الغابة عامرة بالوحوش المفترسة. وفي النهار الثاني باقيرة يديه معاه باش يهربوا من هنايا. والمشكلة حس باللي كاينه شي حاجة كتحرك في البلاصة. وهنا صرات المفاجأة، يخرج لهم النمر الشرير ويبدا كيدابز هو وباقيرة وجلسوا نص ساعة وهما يتضاربوا بالسقول. في اخر لحظة شاروخان عطاله واحد السقلة خلاه يفقد الوعي، وكان غادي مقرب عليه باش يقتله. ولكن يجي واحد القطيع نتاع الجاموس وهما كيجريو ونطحوا شاروخان في طريقهم. وهنا ماوكلي يستغل الفرصة ويمشي كيجري وينقز بجيت الواد. ولكن المشكلة القطيع نتاع الجاموس جاو كيجريو موراه، وشاروخان حتى هو جا كيدور عليه. وماوكلي فكر بمخو ومشى شد واحد القرن نتاع الجاموس وقدر يتشعبط فيه ويهرب. ولكن شاروخان ما سكتش ومشى عند الديوبة وهو متعصب وكيزقي. اما جا واحد الديب وقال له اسكت يا هاد الحلوف، صوتك ما يعلاش هنايا في هاد البلاص. وهنا مشى الحلوف هزاه ورماه من الجبل وقتلو، يعني كان سكت كان خير له. وفي الجهة الثانية كنشوفوا ماوكلي غادي كيتمشى ويوطى على شي حاجة في شكل، ومن يهزها يلقاها جلد ديال شي حنش كبير. ولكن يكمل طريقو عادي. هنا كيسمع شي واحد كيهضر معاه وحتى كيعرف باللي راه طاح في عش ديال حنش. ولكن الحاجة الغريبة هاد الحنش طلع كيعرف القصة ديالو كاملة. وقال له من 10 سنين فاتت كان واحد الراجل معاه وليد صغير وكانوا يتمشاو في الغابة ودخلوا باش يباتوا في واحد الكهف. ولكن هنا لقى واحد النمر كيهجم عليهم. هنا الراجل حرق الوجه ديال النمر بالنار اللي معاه، وهنا النمر هجم على الراجل وكلاه وقال له نتايا سلكت راسك وهربت من الكهف. ومن خرجت تلاقيت مع النمر باقيرة وهو اللي داك وعطاك الرشا تربيك مع الديوبة. ولكن بطبيعة الحال نعرفوا باللي الحنوشة ما فيهم امان. هنا الحنش يكون يتلوى عليه ويكون غادي ياكله حتى كيجي واحد الدب يهجم عليه ويسلكو. وفي النهار الثاني ماوكلي يشكر الدب لحقاش سلكو، ولكن يقول له الا كنت باغي تشكرني ديال بصح روح طلع جيب لي داك العسل اللي تما. ماوكلي يضحك ويقول له انا لا طلعت تما غادي يقتلوني بالقريص. ولكن في التالي غطى الجسم ديالو بالورق ديال الشجر وطلع جاب له العسل. ومن الفرحه ديالهم جلسوا كيلعبوا في الماء. وهما كيلعبوا
يلقاو باقيرة داخل عليهم ويجري عنده ماوكلي ويعنقو ويقول له والله الا فكرتك مت، وموراها يديه ويوريه البلاصه اللي راه ساكن فيها مع الدب. ولكن باقيرة ما عجبوش الحال وكان باغي يديه ويمشي، ولكن الدب يقول له الصباح رباح يا باقيرة، والنهار عنده عينين، باتوا هاد الليله وغدا روحوا. وفي الليل وهما ناعسين ماوكلي سمع الصوت ديال شي فيل صغير كيزقي. امل يخرج يشوف واش واقع. امل كيلقى فيل صغير طايح في واحد الحفره، وفي الساعه يمشي يجيب حبل ويربط الفيل باش يطلعو، ولكن هو ضعيف ما قدرش يجبده. هنا مشى رمى الحبل في واحد القرن تاع الفيل وجره حتى طلع. وهنا النمر والدب كانوا يشوفوا داكشي اللي صرا وفرحوا بزاف بالخدمه اللي دارها ماوكلي. هنا باقيرة جلس كيقنع في الدب، قال له بلي خصو يدي ماوكلي ويمشي لحقاش النمر راه كيدور عليه ويقدر يقتلوه في اي لحظه. موراها ماوكلي كان جالس ياكل في الورق ديال الشجر. امل كيطلع له واحد القرد شارف وشايب وشعره ابيض، بدا كيلعب مع ماوكلي وكيشدوه من ودنيه، ولكن خطره وحده كيخرجوا القروده ويشدوه ويبقاو يلعبوا به كره. هنا باقيرة والدب مشاو كيجريو باش يسلكوه، ولكن مع الاسف كانوا داوه القروده وهربوا. وهنا داوه لواحد البلاصه في شكل دايره بحال شي معبد مهجور، وفي الجهه الثانيه باقيرة والدب كانوا كيتعلقوا مع الجبل باش يوصلوا. وهنا كيخرج واحد القرد كبير لماوكلي، وجهه داير كي وجه الطبسي، وقبل ما يقتل ماوكلي دخل عليه الدب قال له يا هاد القرد الشارف ما حشمتش من راسك انت وجهك داير كي وجه الطبسي وتشفر وليد صغير. هنا القرد قال لهم شدوه ودغدغوه، هذا غلط معايا في الهضره. وفي هاد الوقت النمر كان كيتسلت باش يدخل ويهز ماوكلي. وهنا وهما كيهربوا واحد القرد شافهم وزقا باعلى صوته وفضحهم، ولكن كانوا قدروا يهربوا، وبسبب القرد الشارف وهو كيجري موراهم المعبد كامل طاح وتدمر. وفي النهار الثاني ماوكلي كان جالس كيفكر كيفاش غادي يقتل شاروخان باش ينتقم من الموت ديال بواه. وهو كيتمشى كيلقى واحد القريه عايشين فيها ناس بشريين، وقرر باش يدي واحد الشعله نتاع النار ويمشي يحرق بيها شاروخان بحال اللي دار بواه. والمشكله هو كيجري طاح منه شويه ديال النار. المهم من وصل لقى شاروخان كيتسناه، ومن دار موراه لقى كاع الغابه كلها تقريبا شعلت بسبابه. وهنا النمر استغل الفرصه وقال للحيوانات باللي هو هاد الولد قصد باش يدير هكا ويشعل الغابه، لحقاش هو بشري وما كيبغيش الحيوانات، ويعترف له ويقول له انا هو اللي قتلت باك. هنا ماوكلي كيتعصب ويرمي ديك النار في الواد، زعما باش يوري للحيوانات باللي هو كيخاف على الغابه وهو حيوان بحالهم. المشكله بلا ديك النار ولا ساهل باش يغلبه شاروخان ويقتلو، ولكن الحيوانات تعاونوا معاه وكل شيء تلموا على النمر وبداو كيعضوا فيه، وماوكلي يقدر يهرب بالجلد ديالو. ولكن للاسف الحيوانات ما قدروش على النمر، والنمر مشى يجري مور ماوكلي. وفي هاد اللحظه ماوكلي يقدر يفكر بمخه وطلع فوق الشجره وقطع حبل وطلع لبلاصه عاليه وربط الحبل في واحد الخشبه. وهنا النمر كي شافو مشى موراه بلا ما يفكر. ماوكلي ما عنده حتى شي بلاصه يهرب بيها لحقاش الا طاح على الارض غادي يتحرق ويموت كيما راكو شايفين. ولكن ماوكلي كان ذكي وضحك على النمر وجلس كيعصب فيه باش يجي منقز عليه. وهنايا ماوكلي شد في الحبل ونقز، والنمر طاح وسط النار ومات. والمشكله الحريقه كبرت بزاف وقربت تقضي على الغابه كامله. وهنا ماوكلي مشى هضر مع صحابو الفيوله وقال لهم باش يبلعوا الواد من ديك الجهه باش الماء يولي من جهه اخرى، وفعلا يقدروا يطفئوا النار اخيرا. وكاع الحيوانات كانوا فرحانين بماوكلي ويعيشوا في الغابه في سلام وامان وهما فرحانين بطبيعه الحال. وتكون هذه هي النهايه ديال القصه ديال اليوم، وشكرا على المشاهده وتسناوني في فيديو جديد ان شاء الله.